السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على السيناريوهات المتوقعه ليوم الثلاث. بكره يوم شكله فيه احداث كتيره، وانا بس عيان فهتلاقوا ان الطاقه قليله شويه، لكن بكره يوم شكله فيه احداث كتيره، فاحنا بنتوقع السيناريوهات اللي ممكن تحصل. يعني محدش فينا عارف هيحصل ايه بالظبط، فبنقول وارد يحصل كذا، وارد يحصل كذا، وارد يحصل كذا. النهارده اخر يوم في الباكج بتاعه الدعم الاربع شهور، اخر يوم في العرض، اللي هو لو اشتركت النهارده في العرض هتاخد الدعم اربع شهور بدل ثلاثه. احنا عارفين ان هو المنتج عباره عن الجروب اللي بتشترك فيه زائد الدعم اللي هو الثلاثه، هيبقى اربعه لو دفعت النهارده اخر اليوم، زائد مجموعه الفيديوهات. يعني نقول لحد النهارده مثلا السحور الساعه 2 3 بالليل اخر ميعاد، بعد كده بكره هنرجع ايه للثلاث شهور تاني العادي. طيب بكره ممكن يحصل ايه؟ رقم واحد، ممكن يحصل تعويم. انا مش من الناس اللي بقعد اهول واقول هو التعويم غدا والكلام ده خالص نهائي، لكن كلام الناس كتير وانا ما اعرفش. انا بالنسبه لي لحد النهارده 50 50 50، موضوع التعويم ده 50 50 ما اعرفش. بكره لو حصل هيحصل الاتي: المقدار بتاع التعويم لو كبير، يعني لو مثلا الجنيه نط مثلا 3 4 جنيه في البنك، او حتى نط 2 جنيه، الناس هتتوقع انه هينط 3 4 5 جنيه، فالبورصه هتطلع جامد. يعني ده فتوقعي بغض النظر بقى عن حرب السودان والاحداث السلبيه والكلام ده كله اللي بيحصل. ده السيناريو اللي هيبقى الايجابي. ايه اللي هيطلع؟ طبعا اسهم الاي جي اكس 30 هي اللي ليها قواعد، الاسهم الثانيه انت وحظك، ممكن ممكن لا، لكن اسهم الاي جي اكس 30 معروف تعويم بيحصل بيطلع. ده رقم واحد. طيب ما حصلش تعويم، في اعتقادي ما حصلش تعويم، هيبقى محور بقى الموضوع السي اي بي. السي اي بي هيعمل ايه بكره؟ السي اي بي طلع 14% اخر الجلسه يوم الخميس، وبكره هنشوف هيفتح على ايه. لو فتح على نزول، ان الناس بتبيع عشان السهم طلع 14%، السي اي بي هينزل. ولو السي اي بي نزل المؤشر العام هينزل، في حاله ممكن خوف عامه، حاله تشاؤم عامه، ما اعرفش ممكن يحصل ايه. ممكن اليوم كله يقلب احمر، ممكن اليوم كله يقلب ان هو يوم ريد سلبي يعني. فهو اذا عندنا رقم واحد تعويم ما حصلش. عندك حاجتين هيحركوا السوق بكره: حرب السودان خبر سلبي، والسي اي بي بقى حسب هيعمل ايه. تحركه السي اي بي هتعادل بقى خبر السودان ولا مش هتعادله؟ ده اللي هنشوفه بكره. انا شخصيا افضل اصحى الصبح اتفرج شوف البنك يحصل فيه الاول قبل ما البورصه تفتح، كده كده هنعرف سعر الدولار من البنك. وساعات لو بيحصل تعويم بيحصل متاخر، مش شرط يكون بيحصل قبل ما البورصه تفتح، لكن هتاخد فكره برده الصبح الدنيا عامله ازاي. وبعد كده خش على الجلسه اتفرج بيحصل ايه اول تلت ساعه ربع ساعه، ما تتسرعش وما تاخدش قرارات غير اما تشوف الصوره، لان لو في احداث يعني محتاج الشخص يبقى هادي شويه وبياخد قرار. طبعا اللي هيحصل بكره هيحدد اللي هيحصل بكره وبعده وبعد العيد. يعني هم يومين عمل بس اللي عندنا، ثلاث واربع. لو الدنيا مثلا طلعت الثلاث اكيد هتطلع الاربع، منطقي جدا. خلاص بقى حاله تفاؤل، الناس تفائلت، فهتلاقوا الثلاث طلع، طبعا هتلاقوا بقى الاربع طلع، وبالتالي بعد العيد ان شاء الله هيكون هيطلع. لو بكره قلب سلبي هنشوف اليوم اللي بعديه هيحصل ايه. ممكن يقلب سلبي ويرجع يغير اليوم اللي بعديه. بكره قلب سلبي مثلا وبعده سلبي، يبقى بعد العيد ممكن ننزل. ده بس كان توقع سريع بسيط كده، انا صوتي وجعني مش قادر اطول النهارده. ده كان تخيل للسيناريوهات اللي ممكن تحصل بكره. كده كده بكره ان شاء الله باذن الله طبعا يعني هابديتكم واديكم فيديو على طول واقول لكم الدنيا باذن الله هيحصل فيها ايه. فكركم ان اخر ميعاد انك تدخل في العرض بتاع الاربع شهور دعم اللي هو النهارده نقول لحد السحور مثلا 3 الصبح. بعد كده خلاص الدفع بعد كده بترجع تاني ايه في السيستم القديم الثلاث شهور فقط دعم. اللي عايز يشترك رقم الواتساب ظاهر على الشاشه، اللي مش عايز يشترك وعنده سؤال رقم الواتساب على الشاشه. شكرا، سلام عليكم.